او مثلا يعني نتكلم عن حاجات وحشه محدش ممكن يكون اتكلم عنها قبل كده في المجتمع المصري. حاجات بتحصل عامه في كل المجتمعات وكل البيوت اللي حواليك بنسب كبيره، زي مثلا ضعف الشخصية. اخطاء التربيه اللي بتؤدي الى ضعف الشخصيه. ما هي ضعف الشخصية ليها أسباب كتير، منهم السبب اللي كله جهله أو اللي كله محدش بيديله اهتمام خالص، هو التربية. إن هي أصلا دي كلها إحنا لو رجعنا لورا ورا 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 وتطلع بره البيت. هتلاقي إيه؟ هتلاقي إن أنت شخصيتك بتبدأ تتكون إمتى؟ اول ما تتولد. بالظبط. فبتبدأ أنت لما بتتولد أنت ما بتعملش أي حاجة خالص غير أهلك اللي أنت قاعد معاهم. فأنت العالم الخارجي ده كله في الغالب أنت مالكش خلطة بيه خالص. مثال، انت كل المهارات وكل المعرفه اللي بتكتسبها من اهلك. اول مثلا كام 5 سنين بالكامل. بعد 5 سنين تبدا تروح المدرسه، فانت عندك الخبره والمعرفه اللي اكتسبتها من اهلك. تبدا تاخد بقى خبره ذاتيه. هي مرحله الخبره الذاتيه بتبدا من اول المدرسه. طيب كل اللي قبل كده ده هو الجذور. الجذر، حط تحت الجذر دي خط. بالظبط. انت لو لاحظت في انت كل المراحل اللي احنا او اللي انت لسه متكلم عنها دي كلهم انت بتتاثر باللي حواليك وبتحاول تكون مقلد للصوره اللي انت حسيت ان هي اقرب ليك او اللي هي مقلد وخلاص. انت شايف ده مثلا اكتر واحد بيتمدح فانا بكون عاوز اتمدح زيه، فبتشوف مين اللي حواليك كده بتتاثر وتروح ايه وتروح ماشي معاه. ستيريوتايب. بالظبط. انت بتكون عارف ماشي زي فكره القطيع، نفس اه. ان فكره مشابهه ليه، فبتتملي من البيت. آه، يعني لو هنبدا مثلا من فكره البيت او المدرسه بتلاقي ان الاباء في الغالب مش بيدوك ممكن الاهميه. يعني احنا لو هنتكلم على اغلب البيوت المصريه فمش بيكون مدين الاهميه الكافيه للابناء، وده اكيد راجع لاسباب كتيره. بس يعني ملناش دعوه بالاسباب، هو اكيد جهل. اكيد يعني التربيه ما فيش قرايه كتب، ما فيش اي كلام، هو زي ما اتربى زي ما هيربي. بنفس العقد بالظبط، هي بتبقى اسطمبه. حتى ليه، خلي بالك انا في حاجه ما قعدت افكر فيها. يقول لك الواد ده طلع زي ابوه. طب ما هو طلع زي ابوه ليه؟ ما هو عشان مربيه بنفس اللي هو اتربى بيه. اكيد طلع زي ما فبس فهي كل الفكره ان انت بيكون بسبب جهل، ممكن يكون بسبب الفقر مثلا، فدي ساعتها نوعا ما بيكون الاباء معذورين شويه. يعني مثلا هو بيكون الاب بيكون مجحود طول اليوم فيه، بس انا ايوه شايف مفعول دي. مجحود. شقيان. هو اصل هو اكتر من المفعول. اخر الكحيان. كانت بالكحت. فدي بيكون هو اصلا مش فاضي لفكره ان هو يهتم لا بابناء ولا بتربيه ولا بحاجه زي كده. بس دي عامة انا شايف ان هو ما دام انت ما عندكش القدرة ان انت تربي، بس هو بعيدا ان احنا نتشعب على موضوع الحلقة، بس دي حاجة كده في النص خدها يعني. والله انت لو ما عندكش القدرة ان انت تربي وتتكفل وتوفر الحياة الكريمة، يبقى ما تدوس من البداية. ماشي، بس اصل كده الشعب المصري كله شغال. بس لا فعلا دي بوينت كويسه، بس هي فعلا بس كده طب انا ما ما انت حدش تهمل هيخلف. التربية. طب ما حدش هيخلف كده. لا، في ناس قالت القوم يا اخي. طب واللي تحت خليهم. قرار. فبلاش تشعب، بس يعني دي من الاسباب اللي انا شايف انها بتكون من اهمهم. وغير كده طبعا اكيد الجهل فكره التربيه، لان في ناس فعلا انت الطبقه المتوسطه ما هي موجوده وهي الاغلب يعتبر او حتى تحت المتوسطه بشويه، بس نابع عن الجهل ان هو لا بيبحث ولا بيدور. ولا الام اللي هي المفروض اللي انا شايف عن نفسي ان هي الدور الاكبر في التربيه بتكون هي مجرد ان هي شغاله بتعرف وتغسل وتمسح وبس. طب ما في الادوار الرئيسيه بتاعتك فين؟ اللي هو فكره ابحث واشوف وادور. وفي كورسات اساسا عن ازاي عن تربيه الابناء، عن ازاي التعامل اساسا مع الابناء من اول ما يتولد. انت تعرفي هو بيكون عاوز ايه، لان هي اساسا انت لو هتشوف هو على فكره الشخصيه بتتكون من قبل 5 سنين، من كتر يعني الابناء وهم صغيرين دول في بيسمعوا بس. مش فكره بيسمعوا بس، هو بيكون في سلوكيات لو اتعملت من الام بشكل خاطئ هو فعلا الطفل بيترجمها. بيكون هو اساسا طالع محتاج للحنان ده. مثلا امه ما كانتش بتحضنه كتير، كانت بتسيبه للشغاله، كل اللي بتعمله الشغاله مثلا ان هي كانت بتديله الرضعه وخلصنا على كده. فده كل ده بيأثر عليه. هي مش بسبب ال5 سنين وبس. وطبعا بس ال5 سنين بيبدأ اللي هو الفهم بتاع ده الجسد. سبب برضه من اسباب علاقات الحب المحرمة، ان الواحدة تلاقيها مفتقدة للحنان والحب والرعاية، ولقيت الكلام ده من بره. بالظبط. دي بقى بعد اللي يمكن ال5 سنين. ما ده كده كده، بس انت دي حاجات انت الجذر بتاعك اتكون امتى؟ خلال اول 5 سنين، فدي هتفضل معاك عقد نفسيه طول حياتك. بص انت لو بحثت، انت لو شفت الموضوع من كذا زاويه هتلاقي ان في مشاكل كتير جدا بتتجه ليه، سواء كان ضعف شخصيه بعد كده زي ما انت بتقول الافتقار للحنان. ما هو دي ممكن ما تكونش ضعف الشخصيه، فاهم؟ فدي ممكن من الاسباب اللي انت ممكن تكون شايفها. انت شايف ايه تاني؟ هنخش بقى في مرحله اللي هي اللي فعلا احنا كده خلاص اتفقنا على، يبقى احنا كده عم معاذ احنا اتفقنا على حته ان هي راجعه من الاهل.
نسبه كبيره ضعف الشخصيه راجع جزء كبير منه من الاهل، بعيدا عن الجزء الاجزاء الثانيه لسه نبقى نتكلم عليها ان شاء الله لو الوقت اسعف. طيب امثله على ازاي هي بتبقى راجعه من الاهل. تلاقي مثلا عندك العيل وهو صغير رايحين مثلا وليكن عند قرايبكم، فتلاقي ان مثلا مامتك قبل ما انت تروح كده تروح ماسكاك، بص يا ابني لما نروح هناك عاوزاك طول ما الناس الكبيره بتتكلم ما تفتحش بوقك. دي هي بتكبتك، مش بتخلي ليك انت عندك حريه راي او حريه التعبير عن الراي، ولا عندك شخصيه مستقله بنفسك. تمام. بلس حاجه تاني، تلاقي ان انت مثلا يروح هناك انت قاعد اخرس ما تتكلمش، وبناء عليها بتتمدح. فانت بتحس ان انت كده انت الصح بالظبط. يعني انت بتلاقي ان انت قاعد هناك قاعد ما تتكلمش، فتلاقي مش عارف خالتك ده لا بس نسبه محترم متربي، ومامتك بقى تضيف عليها لا ده اكتر، ده اجدع واحد فيهم، هو اللي بيسمع الكلام. فانت بالنسبه لك انت كده بتتلسف في دماغك ان هي حاجه كويس، عند غلط. انت تم قمعك، اصبحت شخصيه خاضعه، ما عندكش راي. والفكره ان اللي حواليك يا ريتهم شخصيات قويه انت تكون خاضع ليهم. انت حرفيا لما بتوصل لمرحله الجامعه مثلا عشان تسيطر على اللي حواليك انت بس مش محتاج غير انك انت تكون شخصيه عاديه. انت 90% من اللي حواليك اساسا خاضعين. بالظبط، عندهم ضعف شخصيه بالظبط، لان هو طالع من نفس البيت المصري اللي هو طالع منه، اللي انت طالع منه. بس فكره انك انت مثلا بيمدحوك دايما على فكره انك انت الساكت، بيمنعوك من اي مثلا وسائل انك انت ممكن تكون بتتواصل بها مع غيرك. غير كده انك انت مثلا يعني لما تروح المدرسه مثلا، طبعا انت متعود اساسا كده على فكره التوحد ده، هم لا يهتموا ولا يعملوا اي حاجه، وفي الاخر انت تروح المدرسه تروح قاعد في اخر بنش ورا، واخر بنش ده لا الاستاذ اصلا بيشوفه ولا بيساعده. اقسم بالله انت افتكر ان انا عامه كنت من سكان اخر بنش. بس الفكره والله انا فاكر ان انا تقريبا عدى عليا استاذ اداني سنتين ورا بعض، وكل مره اروح اصحح عنده الكشكول مثلا، كل مره يقول لي وانت معاك في الفصل انا ساكن في اخر الشارع يعني. فكل ده الكوكتيل اللي انت اتعمل ده كله ده من قمع في الاراء ومن عدم اهتمام وانت كويس وانت ساكت، ده بيديك ايحاء ان اللي ساكت هو الحلو هو الصح بالظبط. فانت بتكون انت عاوز تختفي بعدها، فاهم؟ خلاص انت شايف ان انت لازم تختفي، وهي اصبحت في الجذور خلاص. انت في عقلك الباطن دي حاجات، اصل اقول لك حاجه، هي عباره عن يعني لما ان شاء الله نعمل برضه حلقه بنتكلم عن العادات، فانت هي اصبحت عاده ترسخت عندك، فاصبحت انت بتعملها بشكل لا ارادي. بالظبط. تمام. هي اتحفرت فيه، فتيجي انت مثلا دخلت ابتدائي لقيت ان انت زيك زي 90% من الباقيين اللي طالعين من باقي البيوت المصريه. انت زيك زي الديسك. حتى اللي حواليك مفيش حد فيهم يفتح عقلك. ايوه بالظبط. الا مثلا اللي هو الواحد اللي بتلاقيه ده ماليش اصلا حد يربيه، فهو ده البلطجي. فانت بالنسبه لك هو كده اصلا سيء، انت مش هتبقى زيه. فانت ستيل حاسس ان انت كويس. تمام. تيجي تدخل مرحله الاعدادي، انت خلاص انت بقالك يا حبيبي 12 سنه بتعمل نفس الروتين، اكيد مش هتيجي في الثلاث سنين دول تغير حاجه. تبدا امتى تفتح بجد؟ مش في ثانوي برضه، في الجامعه. مرحله الجامعه انت بتبدا تلاقي في ناس عقليه متفتحه فعلا، تبدا انت بتلاحظ عيوبك وعاوز تحسنها. دي الناس اصلا ان هي لاحظت ان هي عندها العيوب دي، في ناس ممكن هتفضل لحد ما تموت بيها. تمام. بس انت بتبدا تقرا كتب، تتثقف، بتلاقي ان انت منفتح على اكتر من ناس من عقليات مختلفه من اماكن مختلفه، فلا بتلاحظ ان انت في عندك مشكله، وتعترف بالمشكله يبدا تتحل. بالظبط. بس انا شايف ان يعني السبب من الاسباب ان انت بيخليك تفتح عينك في الجامعه هو اولا انتقالك لمدينه تانية، فده بيديك الايحاء بالسيطره، فانت تبدا بقى بالسيطره. انت في البيت كل وظيفتك انك انت بتاكل وبتشرب وبتنام، فلما بتروح الجامعه لا انت محتاج انت اللي تمسك المصاريف تصرف انت اللي محتاج تسيستم نفسك، تظبط هدومك انت من الليل تطلعها على الصبح، فانت اللي بتكون عارف اللي انت كنت الليدر على الحياه بتاعتك. ده غير انك انت بتبتدي تحتاج مع النضج بتاعك لما تبتدي تنضج، فبتشوف الناس اللي حواليك فلا طب انا عاوز اكون زي الشخص اللي بيتكلم ده، هو مش احسن مني في حاجه. دي حاجه ثانيه ان انت تبدا تتعرض لمواقف انت فيها وحدك. يعني انت مثلا مع اهلك لما كنت في ابتدائي واعدادي وثانوي، انت مثلا بتطلع مع والدك مع والدتك، في الغالب المتحدث مش انت، فهم اللي محطوطين في الصوره هم. انما انت بقى دلوقتي مثلا بقيت انت تتحط في مشكله، فتلاقي ان انت حقك متاكل، انت مش عارف تتكلم، مش عارف تاخد. يعني مثلا هديكم مثال، انت كمشاهد كم مره مثلا قاعد في المواصلات واللي جنبك مثلا مزنق عليك وعاوز تقول له ابعد شويه، وحاسس انت لسانك تقيل، مش قادر تطلب بحقك انت ترتاح. كم مره مثلا السواق بتاع الميكروباص بيدخن وانت مخنوق من البتاع مش قادر تطلب بحقك، تقول له بعد اذنك اطفي السيجاره انا يا باشا بيدخن. انت كم مره السواق وصل للمكان اللي انت عاوز تنزل فيه وانت مش قادر تتكلم تقول له نزلني؟ قسما برب دي بتحصل ومع ناس كتير، دي مش حاجه. المشكله دي
انت فعلا من كتر ما انت مش بتتكلم انت مش قادر، انت في حاجه عارف ان انت حاسس ان حد مكتفك. بالظبط. وغير كده دي مصايب، في مصيبه كبيره انت مش واخد بالك منها، انك انت فقدت الكوميونيكيشن سكيلز اللي عندك، اللي هي اصلا ما كانتش عندك، اللي انت ما اكتسبتهاش. انت غير قادر على تكوين علاقات، غير قادر انك انت تكون في وسط اجتماعات، غير قادر انك انت تعمل حاجه اللي انت بتحبها، غير قادر للتعرف على نفسك اساسا، انا شخصيه ايه. دي كنت لسه اقول لك، انت نفسك مش عارف شخصيتك الحقيقيه. بالظبط. يعني انت فين شخصيتك؟ ما انت اتطمست، ما تكونتش اصلا. انت مش فاهم هل انا بحب التجمعات ولا انا بحب اكون لوحدي ولا انا بحب ايه بالظبط. انا عايز انام. احنا وصلنا لفين؟ احنا وصلنا لكل النتائج اللي هي بتنتج عنها. ماشي. طب انت شايف برضو ايه تانية مضاعفات بتلاقيها بتحصل لك وانت كبير؟ يعني مش شايف ان هي نفس الحاجات اللي انت كانت بتحصل لك وانت صغير، بس على اتعب، لانك انت بقيت فاهم ان الحياه دي مش هتنفع ان انت تفضل ساكت. مع كمان يعني واحد في مجال، مثلا هتكلم عن مجالي انا كواحد في اسنان، انت بقيت عارف ان حياه الاختفاء دي مش هتنفع خالص، مش هتاكل عيش لو اختفيت، ما طلعتش على السوشيال ميديا وما طلعتش ظهرت وما طلعتش روجت لنفسك صح، انت مش هتاكل عيش، انت هتريح في البيت. فانت بقيت فاهم ان انا مش هينفع اختفي، مش هينفع اظهر، وكمان انا مش هينفع اختفي اسف، وكمان انا مش عارف اظهر. طب هعمل ايه؟ ما هي دي بقى، دي انت شايف ان دي النتيجه مهمه جدا، انت هتعمل ايه فيها؟ دي نتيجه مثلا شايف انها مضاعفات قويه فيها. ومن ضمن المضاعفات برضو ان الموضوع بيفضل متجذر فيك، انت بتفضل تتعالج منه طول حياتك. بالظبط. بجد بجد. يعني انت هو مبدئيا 90% من الشعب المصري عنده عقده نفسيه، تختلف بدرجات من شخص للتاني، كل واحد عنده عقده غير عقده الشخص، ولكن انت فعلا هتفضل تتعالج فيها لمده كبيره. مش هتعرف ابدا تخلصها في سنه وفي سنتين وفي ثلاثه، انت لحد ما تتجوز هتبقى لسه بتصلح في حاجات معينه. بس انا شايف حتى ان كنت انت بتصلح فيها وخلاص انت عرفت المشكله، بالظبط. ده هي بيبقى في حاجات اساسيه لازم تتغير، فاهم؟ بس هي المشكله في ان انت التغيير نفسه هيكون صعب ومش هتعرف تعمل. يعني انا عايز اقول لك حاجه، مثلا تخيل واحد شخصيته كانت ضعيفه ولاحظ حاجه زي كده بفقدان الاحترام مع زمايله مع الناس اللي حواليه مع ايا كان، فيجي الشخص ده عاوز يرجع يغير من نفسه يكتسب الاحترام ده، بيجي يكتسب الاحترام ده بيلاقي ان اللي حواليه لا هم متعودين عليك ان انت شخص عديم الاحترام، شخص مهمش، ما بيدولكش القيمه اللي انت مستنيها دول. فالمهم، فبتلاقي ان هو بيفكر فبيلاقي ان هو للاسف مفيش حل غير العنف عشان يبدا يكتسب الاحترام اللي هو فقده. فهو وان كان خاطئ فهو صحيح. هتقول لي ازاي؟ اقول لك العنف هي طريقه خاطئه. ليه؟ لان الشخص العنيف هو شخص عدواني، كثره العنف هي عدوانيه. ولكن انا دلوقتي انا شخص عاوز اكتسب الاحترام، مش هعرف عليه خالص او هاخده في الحاله دي غير فعلا لما اكون عنيف، فهي وان كان خاطئه فهي صحيح. بس شايف ان انت كمان بتخسر بيها علاقات، يعني انت بتخسر بيها اكيد، بس انا شايف ان الخساره هتكون مكسب، لان انت هتخسر اللي هم فعلا ما عندهمش تقدير، هم مش بيقدروك انت كشخص، انت طلبت من الشخص ده موضوع 1 2 3 النقطه دي مضايقاني، فبعد اذنك ما تكررهاش. بالظبط، ده اللي تخسره بعد المكسب. بالظبط. فاعتبر ان هو نتائج حرب مثلا. في ناس على فكره هتكون محترمه خالص لما تكلمها، والله مثلا 1 2 3 وانا موضوع هزار الشتام ده بالنسبه لي مش عاجبني وما برتاحلوش. انا اسمي جابر. يا اسم كوكي. مش هتيك. فوقتها في ناس محترمه فعلا هتلاقيها بتقدر حاجه زي كده، وفي ناس تانية لا هي ناقصه، فده تبعد عنه. وعلى فكره انت لما بتبعد عن الشخص هو بيحترمك غصب عنه. بالظبط بيكون شايف ان انت حطيت حد على الاقل، يعني حتى وان كان هو خلاص انتوا مش هتتكلموا تاني، بس عارف ان انت شخصيه ذو قيمه ذو احترام لنفسك، على الاقل ان انت ما رضيتش كلت على عارف احط الصوت بتاع شوينج تك تك تك. يعني بجد 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 من اكبر المشاكل اللي ممكن تواجهك. اصل هي بص، انت لما تعرف المشكله عندك طريق من الطريقين، يا انت واحد بتصبر وخلاص هتبتدي في الحل وتبتدي تمشي فيه. شو طريقك؟ معلش شو طريق تالت؟ انت كلت الطريق التالت. ماشي، يا اما انت خلاص واحد هتبتدي في الحل فهتمشي فيه وعندك صبر، فدي احسن الحالات. انت عندك حلين تاني، انك انت خلاص ما عرفت المشكله ومش هتحل وهو نايم. في بقى واحد في النص، يعني ده والله بيصعب عليا، ده عارف المشكله وعارف الحل بس هو ما عندوش صبر، فمش متيقن ان اي حاجه وان كانت صغيره انت بتعملها دي على المدى البعيد هي فعلا هتغير فيك بشكل 180 درجه. انت نفسك مش متخيله. عارف اقل الحاجات فعلا، لو انت مثلا بنرجع مثلا الميكروباص، لو انت فعلا قلت ان الراجل ده فسح كده، دي انت تحسبها بوينت انت خدتها. ده انت هتحس براحه اصلا، حرب راحه نفسيه طول الطريق،
لان انت لو ما عملتش كده طول الطريق هتفضل قاعد متقدر وبتفكر في دماغك، طب اقول له، طب هو مش حاسس، طب هو فاهم، هتفضل بتكيد وتاكل وتهرف نفسك. بالظبط. فدي من ضمن النواتج بتاعتها. ده اللي بقى اللي ما بيصبرش هيشوف ان هو ابتدى يعمل الحلول وفاكر انها مش جايبه معاه نتيجه. بالظبط، هو عاوز نتائج لحظيه. دي عامله بالظبط زي شفت موضوع القشه التي قسمت ظهر البعير. بالظبط، هي الفكره دي بالظبط. هو حرفيا انت هتيجي مثلا، هو انت متحدد لك ان عند 100 بوينت هتشوف النتيجه. انت عملت بوينت في الثانيه 30 50 70، انت كل ده مش شايف اثر فعلي ملحوظ، ولكن هو فعلا في حاجه. بالظبط. بس فلما توصل لل100 هتبدا تشوف الكلام ده ملحوظ. بالظبط. فانت لما مش شايف ملحوظ ده يبتدي بقى يكره في نفسه، ودي انا شايف هي المشكله الاكبر. فده بيتحول لطريق اسوأ من اللي ما اخدش في الحل اساسا، لان انت ابتديت في انك انت تكره نفسك. على الاقل ده عارف طريقه وانا كده وهتاقلم على كده وهفضل مختفي، فمش كاره نفسه. لكن ده بقى يكره نفسه، يكره الحياه، ويكره كمان الناس اللي وصلته لكده. يبتدي يحقد على والديه ان انت ما علمتنيش، ان انت ما اهتمتش، ان انت. فانا شايف ان في مراحل زي دي لازم يكون عندك الوعي الكامل انك انت لا، انا هحاول وهصبر. الموضوع محتاج صبر، يعني مش هتيجي لا من مره ولا اتنين، بس حتى اقل الحاجات انت دي بتكون يعتبر تقدم كويس جدا جدا جدا. انت المفروض تاخده في الحسبان. وعاوز اقول حاجه ممكن تساعدك في كده. هو يعني لما يكون يعني موقف محتاج تتكلم فيه، صدقني اتكلم فيه. لان مش هيفرق معاك انت بس، هيفرق صدقني والله العظيم مع غيرك. هضرب مثال واحد بسيط او مثالين. لو انت مثلا واحد قاعد في الجامعه بتاعتك، خلينا عشان ممكن ما يكونش صوتك على المثال الاول عندي ان انت مثلا واحد قاعد في الجامعه، وهنخليها بالمثال الاصعب الاول عشان اوريك انت مدى الصعوبه. وجالك سؤال والدكتور بيشرح، وانت عارف انه سؤال كويس وانت مش فاهم، فانت فعلا مش فاهم وعاوز تساله، بس انت عشان الاحراج وعشان الرهاب الاجتماعي اللي انت حضرتك اتكون عندك ما سالتوش. في ممكن واحد مين، انت لو سالت السؤال ده والدكتور فعلا نورت عنده الفكره دي، هنقول ان هو سؤال عادي مش سؤال عبقري، ونورت عنده الحته دي، انت فدت كل اللي قاعدين. طب لو كان سؤال عبقري، انت ممكن تكون نورت حته عند الدكتور يبدا يسال فيها زمايله، ممكن فعلا اكتشاف جديد يحصل. هي ممكن تكون الموضوع يعني كبر شويه، بس على الاقل ان انت فدت على الاقل اتنين غيرك. مش من ده كله. وحاجه تاني، وانت نفسك بتحس بنشوه ان شخصيتك بتقوى. في نفس الوقت انت ممكن شخص زميلك عنده نفس المشكله بتاعتك، نفس الشخصيه، فتشجعه. بالظبط. هو على الاقل يا عم هو ده ما قدرش يتكلم، انت اتكلمت، فهو السؤال ده كان عجبه مثلا وكان عايز يساله وانت سالته، فاهم. ومره تاني مثلا واحد، دي حاجه سهله جدا، وعلى فكره اقسم بالله في ناس بتحصل معاها. واحد قام من ضمن من جوه الامتحان مثلا، قاعدين في امتحان، يا جدعان انا عايز قلم. وانت من كتر الرهاب الاجتماعي اللي عندك، انت معاك بدل القلم 3 بس مش قادر تقول يا جدعان انا معايا قلم. تخيل انت هتمرمطه قد ايه لما ينزل هو ويروح يطلع يشتري القلم ويرجع يكون قاعد مثلا ربع ساعه اتقطعت من الامتحان، ده غير التوتر والتفكير ومش عارف مين. انت ممكن كنت وفرت عليه بكلمه انا معايا بس، وهو يا عم يجي ياخده. فصدقني الحاجات دي بتفيد غيرك كتير. فانا فول دلوقتي البوينت. انت شايف حاجه تانية تتقدم؟ يعني ما بشوفش اي غير نايت عملتني بلاش في عادي، حاسس ان المساعد ده جنبي بصل. فانا من رايي احنا اتكلمنا في الاسباب، ازاي تكون في الجذور، المضاعفات في مجال، وان يكن في كل عنوان من العناوين او كل مجال من المجالات دول ما تطرقناش بتعمق، لان كل توبيك منهم محتاج هو اصلا يعني هو هيكون فصل. لو فصلش احنا مش هنكريت. لا ما فصلش عامة، بس هو هتلاقي سخن ولا بالظبط. وح أنا بغيب واسأل عليك عايش ازاي وبيعمل ايه. بس انزل الحته الكوميديا عشان ممكن اسمعه حد يسمعه يتشهر او الدفن. اكشن. فاحنا اتكلمنا عن الاسباب الجذريه اللي هو من ورا، تمام. تاني حاجه اتكلمنا في المضاعفات والتكبير، في النتائج، موضوع النتائج ان الواحد يكون عايز نتائج لحظيه. كل موضوع من المواضيع دي وان يكن لم نتكلم بتعمق، تمام، ولكن لان كل نقطه من دول هي اصلا محتاجه بودكاست لوحدها او حلقه لوحدها. فانا من رايي ندخل دلوقتي على حته العلاج. انت من رايك انت كمعز مبدئيا، هل عانيت اصلا من المشكله دي قبل كده؟ وشايف حلها بيكون ازاي؟ والله انا شايف ان انا حياتي كلها عباره عن المشكله دي، وانا فعلا 99% من المشاكل اللي انا قلتها دي انا فعلا واجهتها قبل كده. انا ما اعتقدش ان انا من سنتين بالظبط كنت ممكن اقعد القعده دي وانا بتكلم.
قدام الكاميرا دي أكيد. جنب الشخص مش ده مش وانا أي الحته دي لا بجد مش أي حد يطلع قدام الكاميرا، مش أي حد يتكلم على فكرة. وخصوصا هو عارف إن الفيديو ده هيبابليك، تمام. بالظبط. لأن هو هيقول لك الناس تشوفني بتكلم بتاع بتكسف من الكلام، مع ان انا شايف ان مفيش اي حاجه تتكسف منها. انا عندي حل لفكره ان انا خايف من الناس، والله العظيم هو حل فعال جدا. يعني لما تكون مثلا عايز تقدم برزنتيشن او عايز تتكلم في اي حاجه، اسال نفسك سؤال واحد بس: هل انا يعني ليه خايف منهم؟ لما تيجي مش عارف اوصلها ازاي، بس انت مثلا فلنفترض ان انت قدامك 5 كده، انت بتقول ان انا خايف اتكلم قدامهم، امسكهم واحد واحد. طب والشخص خايف ده منك ليه؟ لا لا والله العظيم بجد، انت حاطط في دماغك كده، هل انت خايف من ده؟ هتقول لا والله ده ما يلزمنيش اصلا. طب التاني لا، التالت لا، الرابع لا، الخامس برضه لا. انت اصلا هم اصلا مش في دماغك، بس انت الفكره، والله العظيم انت خايف من الفكره مش خايف من فكره الناس. المفروض في واحد خايف من الوسط. خلاص ده ممكن لا بس هي 90% من الناس بيكونوا خايفين من فكره لا ده انا مش عارف هيشوفوهم ومش عارفين. بس انت لو فكرت بكل واحد فيه بشكل فردي، هتحطه في كل الناس دي على راسك حلو حلو حلو. ماشي على الزباله. فدي حل بفكره الناس. لكن العلاج الجذري او العلاج اللي فعلا هيعمل معاك تقدم، وانا عن نفسي جربت قبل كده، ان انت تقرا كتب. دي والله العظيم هي حاجه سيمبل، لو قريت لك كل يوم صفحتين بس، اقسم بالله التغير بتاعك هيكون 180. انا بقول لك انا من سنتين بالظبط، يمكن سنه بس كمان، كانت عندي دي ممكن تكون مشكله كبيره قوي بالنسبه لي، يعني او ان انا اتكلم قصاد حد بالنسبه لي. لكن دلوقتي نوعا ما حليت، فنفترض اقول 60 70% من المشاكل مش عارف 60 ليه طلع اتكلم. بس عامه يعني انا شايف تقرا الكتب، شايف انك انت تسال نفسك اسئله قبل ما تتكلم. ما انت ما فيش حاجه انت خايف منها، اللي جنبك ده شخص زيه زيك، بل بالعكس السؤال اللي انت ممكن تساله هو هيفيده. وعشان تبقى عارف معظم الناس اللي حواليك والله العظيم هم فعلا خاضعين، هم فعلا شخصيتهم ضعيفه، فعلا شخصيتهم مش قوية. مش عارف الكلام ده صح ولا لا، بس هو ده الحقيقه والله. هو ما فيش حد حواليك هتلاقي شخصيته طاغيه، حتى فكر فيها تلاقي واحد او اتنين من ضمن مثلا شلتك اللي هي مش عايز اقول 30 يكون واحد ما عندوش شله اصلا. بس يعني لو فكر فيها كده هتلاقي ان مفيش حد يستاهل انت تخاف منه. ما خلي عندك شويه جرأة، فاهم؟ اتعامل كتير. لو انت بتكون نايم كتير في البيت او على طول في البيت، انزل كتير، انزل قابل ناس كتير. لو انت هتطلع تتكلم السوبر ماركت سلام عليكم دي لوحدها بالنسبه لك كويسه. مبدئيا كلامك 10 على 10، انا نفسي استفدت منه. حاضر. انا بالنسبه لي شايف عن موضوع الكتب، انا بدايه تطوري وبدايه ثقافتي كانت هقولها لك ازاي. البرايم كان سنه ثالثه، ده بالنسبه لي. ثالثه عليك صح؟ ثالثه جامعه ولا لا. ميدي شفت. فالمهم، فكانت ازاي؟ اول حاجه هي ما بداتش الكتب صراحه، هي بدات بودكاست. بعد كده تطرقت لموضوع الكتب. ثم انا شايف ان من احسن الحاجات اللي هي بجد هتغيرك كل يوم بعد يوم، ان يكون عندك صاحب بنفس العقليه بتاعتك، نفس العقليه اللي عاوزه تغيير ونجاح، وان هي دايما تكون احسن. يعني الحمد لله ربنا جمعني بيك، تمام. والله دي حاجه من مكاسب الدنيا يعني عامه، ان هو نفس الدماغ، نفس المنتاليتي، نفس كل حاجه، نفس الشيء. فلا الصاحب لما يكون كويس، سواء يشدك لجيم. على فكره الجيم من ضمن الحاجات اللي هي هتعمل تقويه الشخصيه. ليه؟ انت طول ما انت شايف نفسك انت جسمك كويس، بلس ان الجيم بيعلمك الانضباط. فانت عندك الانضباط ده هو اصلا بيغير منك حاجات كتير. ما انت الجيم عشان تشوف نتائج محتاج ان انت تنام بدري، تظبط اكلك، تمنع العادات السيئه زي التدخين. فانت لما تنام بدري هتصحى بدري، هتصلي الفجر، كلها عادات مرتبطه. فالجيم برضه من ضمن الحاجات اللي هي هتبدا تساعدك في تقويه الشخصيه. عشان ما نعديش الحته دي، هو الجيم فعلا كويس جدا جدا جدا، وكاوفر اول هو شكلك العام برضه بيساعد جدا من الثقه. لان انت ممكن تكون شايف ان هي الثقه بتكون نابعه من جواك انت بس، لا هي نابعه من جواك ومن هيئتك ومن ثقتك بكل اللي حواليك. انت لما تكون واحد لابس كويس، حاطط برفيوم كويس، برفيوم وزير عرق، فاهم؟ والفورمه الحمد لله، وحاجه كده مالي مركزك او مالي هدومك زي ما هم بيتكلموا، انت الثقه دي هتكون، دي كل حاجات دي بتديك ثقه اكتر. داخل على واحد وانت نضيف غير ما تكون داخل على واحد وانت مش نظيف. بالظبط. خلينا مش نضيف. لا. دي من ضمن الحاجات. تاني حاجة زي ما قلنا في البداية، ألا وهي بداية حل المشكلة تبدأ بالاعتراف بالمشكلة. أنت بتقعد مع نفسك كل يوم. في ناس بتعمل حركة بحبها جدا، أنا ما عملتهاش بس هي بتعملها وأنا شايفها جميلة. إن هي بتمسك كراسة وتقعد تتكلم بالورق والقلم. تتكلم إيه المشكلة، تطلع منها تشعبات، أسهم، فاهم؟ عارف من الناس. فالمهم، فأنت بتبدأ تشوف أنا دلوقتي إيه المشكلة عندي. بتبدأ تصنف رقم واحد مثلا زمايلي مش بيحترموني. طيب
تروح ساحب من دي سهل، هي دي مشكله واحده بسحب منها سهل. ايه اسباب ان هم مش بيحترموني؟ ساحب منها اكتر من سهل. والله مثلا انا بضحك كتير فهيبتي قليله، عامل زي الانابوس حاجه، فانا محتاج ان انا اقلل من الضحك. تاني حاجه ان انا مش بتكلم، مش ببدي رايي، فانا اصبحت تابع. اصبحت ان هم مثلا ما بياخدوش رايي قبل ما يطلعوا مثلا خروج او اي حاجه. يقعدوا مثلا بقول لكم يا جدعان، مش انت، هم، يا جدعان يلا نروح بلاي ستيشن، تمام، ظبطوا قشطه ماشي بتاع، يلا يا محمود نروح. طب ما انا فين من الموضوع ده كله؟ بالظبط. فاهم؟ دي كده انت سحبت سهم تاني اللي هو قلنا انت ما بتتكلمش. تالت مشكله مثلا انت واحد مثلا لما بدات في البدايه خالص كنت بتشتم كتير، تمام، فانت لما بتشتم واحد بتقلل من هيبتك وهو بيشتمك. طب انت عايز توقف، لا، ما انت اترسمت عندك نقطتين انت بتشتم كل سنه وانت طيب. فدي عشان تخلصها في الغالب مش هتخلصها غير بمشكله، الا لو الشخص اللي قدامك عنده منتاليتي عاليه ان هو يتقبل حاجه زي دي. بالظبط. انت هي مشكله هتغير الصحاب، يعني انت هتغير بقى المجتمع او المحاوطين دول هتغيرهم بقى. فكره انك انت مثلا شايف ان انت محدش بياخد رايك في الشله، فانت عشان انت حاسس ان الموضوع ده انت ممكن تخترع اي حاجه، اي خروجه مثلا، قال لك يا جدعان مثلا يلا نروح بلاي ستيشن، تقوم انت قايل اول واحد تخالف. بالظبط. لو انت يكون حاول تعمل اي حاجه، تعمل نوش. حتى لو انت مش على هواك مثلا، بس لو انت تظهر، فاهم؟ ما ده بقى بيطلع سكينه. عشان الشكل. فلازم تكون خايف، لازم صوتك يطلع، لازم تكون ليك رأي. اصل هقول لك حاجة، انت لما تفكر فيها هتلاقي ان انت بعد وليكن سنتين 3 5 10 بس هيك هتتجوز، يبقى عندك عيال، تبقى اب صاحب مسؤولية، فانت المفروض تكون القدوة. فتخيل ابنك ماشي جنبك او بنتك مراتك وانت شخصيتك ضعيفة مهزوزة، مش قادر بس تقول للسواق مثلا طفي السيجارة عشان الابن بتضايقه. فدي كلها حاجات مش حلوه ليك. فانت كده كده كل الحاجات دي انت لازم تغيرها، سواء دلوقتي سواء قدام، لازم تغيرها. وكل ما تكون بدري كل ما تكون احسن، عشان انت كل ما بتروح كل ما بتتعمق في جذورك. بلس ان انت بتجلد نفسك اكتر، تحتقر نفسك اكتر، تكره نفسك، تشوف نفسك ضئيل وصغير وغيرك بتشوف ان هو كبير. بالظبط. المقولة الشهيرة بتاعت كلما عمقت الاخرين اصبحت قزما. بالظبط. بس اعتقد كده خلصت كل حاجه. انا شايف ان في ناحية احنا نسيناها، ربوا عيالكم يا جدعان. والله ازاي حاجه فكرتني بيها، لما تلاقي مثلا انت واخواتك طالعين نفس الحاجه، كلكم فيكم نفس الصفه اللي مش تمام، طب ده ما يلفتش نظر الاهل الحاجه؟ مثلا انت ممكن المشكله تكون عندهم بالظبط نفس الكلام بيتكرر معاك ومع اخوك ومع مش، طب انت ليه مش زي ابن خالك؟ طب انت ليه مش بتذاكر؟ طب انت هتكرر مع 4 5 6 7 افراد، ما هو انت اكيد في مشكله، اكيد المشكله من عندك. فكر. فيعني والله العظيم انا شايف ان في قفله نقفل بيها احسن من انك انت فعلا يا جدعان ربوا عيالكم، عشان الموضوع والله ما سهل. انا بتكلم في العموم واخواتنا حقوق المرأة. لا انا بص اعشق المرأة. فهي الفكره في كده فعلا، لازم الواحد الجواز يبقى عنده، هو زي ما بيقولوا مسؤوليه، بس هي مسؤوليه من ناحيه انت لازم فعلا تكون مهيئ ان انت تربي، مش مجرد ان انت تصرف. يعني الموضوع مش موضوع صرف ولا موضوع مسؤوليه ان انت قادر ان انت تدوس في الموضوع لا، هو الموضوع برضو موضوع تربيه. انت لازم قاري ازاي، وفكك من شغل المدرسه الحديثه التربيه والمدرسه القديمه اللي هو بالضرب وكده، هما الاثنين غلط على فكره. هو في حاجه، في اساليب تربيه سويه، اللي هو انا في مرحله العقاب اعمل ايه، في مرحله التمرد اعمل ايه، فانا ربيه ازاي اصلا على العادات السليمه، وامنعه ازاي من فضوله السيء. هو الطفل برضه هيكون لازم هيجي له وقت يسمع من زميله في المدرسه كلمه عيب، حاجه مش كويسه، طب الفضول ده اتعامل معاه ازاي؟ دي كلها طبعا اساليب لازم تعرفها. بالظبط. ما انت لو ما قريتش بقول لك انت شخصيته بتتكون من اول ما بيتولد. بقول لك في سلوكيات ممكن تحصل من الام، ممكن تاثر من الام قصاد الطفل حتى لو كان رضيع، ممكن تاثر على شخصيته فيما بعد. فانت لو مش قاري هتعرف الحته دي منين؟ تعرف منين ان واحد لما مرحله البلوغ لغايه 18 سنه تعرف ان هو ده البيك بتاعه، ان هو شايف ان كل اللي حواليه ده غلط وهو الوحيد الصح؟ ما انت هتعرفها ازاي؟ بالظبط. بس فنعم لتربيه الابناء. نشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله نتكلم عن موضوع اهم، ممكن يكون نفس الضيف، ممكن ضيف مختلف. الى اللقاء. رب